طب هل في مصادر دخل مثلا في اليوتيوب غير الاعلانات اللي احنا بنشوفها؟ للاسف الناس فاكره ان اليوتيوب بيكسب بس من الاعلانات اللي بتشتغل على الفيديوهات. لا، حلو. اليوتيوب في مصادر كتير جدا للفلوس. مم. زي الممبرشيبس اللي هي الانتساب بالعربي، مسمينها الانتساب. دي زيها زي بالظبط اشتراك النتفليكس مثلا. بدفع اشتراك 200 جنيه في الشهر عشان اشوف محتوى حصري. صانع المحتوى بينزل لي انا حلقه حصريه، انا بيختصني بحاجه حصريه، كواليس ما حدش هيشوفها، حلقات من المسلسل ما اتذاعتش، بيختصني بمحتوى حصري. نظير ايه؟ نظير ال 200 جنيه اللي بدفعهم له في الشهر. طبعا هي من 200، انت بتحدد حاجه اسمها البيركس، بتحددها انت على حسب انت بتقيم المحتوى بتاعك ازاي. 200 500 700 على حسب انت عايز، بريميوم، ادفانسد، انترميديت، كده. بس الانستجرام برضو عمل الموضوع ده. مظبوط، موجوده في انستجرام او يوتيوب كمان عاملها، بس للاسف الممبرشيب في يوتيوب مش منتشره قوي، وده احنا مش مستغلينها صح في الوطن العربي. عشان كده هم حتى كل شويه يعني ايه بيدونا فيها ورك شوبس عشان ايه نزود. يا جماعه قولوا للناس الكريتورز اللي معاكم يعملوا ممبرشيبس عشان هتزود الريفينيو بتاعهم. طب غير كده في ايه تاني؟ في بقى السوبر شات والسوبر ستيكرز والسوبر ثانكس. دي حاجه كده زي الهدايا اللي موجوده في تيك توك، حلو. معموله ممكن من اول 50 جنيه لحد 5000 جنيه هديه. اوكي. على الشات اللايف اللي بيشتغل او على الفيديو اللي انا شفته، بقول لك سوبر ثانك، انا بشكرك وبدعمك، بديك 50 جنيه. دي اسمها السوبر ثانكس. دي برضو كتير مش بيستخدمها. الحاجه الثانيه المهمه قوي برضو انك تقدر تبيع منتجات على القناه بتاعتك. اوكي. زي مستر بيست، عامل تيشيرتات، عامل مجات، عامل شنط، عامل اي حاجه ليها علاقه بالبراند بتاعه، بيروح يبيعها مع شوبيفاي. اي كوميرس بالظبط. بتعمل متجر على شوبيفاي وتبدا تبيع الحاجه بتاعتك عليه. حلو قوي ده هايل. ده كتير قوي برضه في العرب بدا يستخدموا الفتره الاخيره. فدي كلها مصادر انك تقدر تكسب منها فلوس، مش بس الاعلانات على الفيديوهات. بس اللي يبدا واللي يفكر واللي يستمر واللي يستمر بالظبط، واللي كمان يواكب التحديثات الجديده. يعني كل يوم بيقول لك احنا يا جماعه فتحنا مثلا في الوطن العربي فتحنا ميزه الانتساب اللي هي الممبرشيب. لازم على طول تخش وتبدا وتعملها وتقول للناس وتعلن عندك ان انت عملت الميزه دي. اي ابديت المفروض اليوتيوبر يبقى على علم بيه. اي حد في اول اي حاجه ابلكيشن جديد هو اللي بياخد الكريمه. اللي عمل واللي جاب بالظبط كده. بس زي اللي ذاكر ذاكر اللي وصل على التيك توك وصل بالظبط. الله يكرمك. اللي جاي متاخر بس هيوصل، ما تقلقش. ماشي.